هذا واحد السيد كان عايش في واحد القرية صغيرة. اي واحد عنده شي بلية ولا هواية كيديرها. هاد السيد كان بلا بالصيد، ما كانش كيصيد بالقنص، كان كيصيد بالفخ ولا المصيدة. الطريقة التقليدية المعروفة اللي كيديرها اي واحد مبلي بهاد الهواية، ولكن ما عنده السلاح. كيمشي للواد ولا الغابة ولا اي بلاصة كتكون فيها الرناب ولا الحمام موجود، وتما فين كينصب المصيدة ديالو كيتفرج. ولكن هاد السيد كانت فيه واحد العادة، كان كيمشي يصيد غير في الليل حتى كيطيح الظلام عاد كيمشي للغابة. كنقول لك الليل والظلام والغابة. ولكن الناس البادية ما كيكونوش كيخاف، ينعس حتى في الغابة ما عندوش مشكل. ولكن داكشي اللي غادي يوقع له في ديك الليلة ما عمرو كان كيتخايل. واحد النهار كيف العادة، بعد ما سالا شغالو طاح الظلام وهز المسائل وقصد الغابة. نصب المصايد ديالو وقاد المسائل، كحز لواحد السدرة ولا شجرة، وتشكا وكيتسنى الغابة شنو غطلع له في هاد الليلة. وهديك الساعة كانت جوج ديال الليل. السيد مع العيا والشقا اللي تكا داتو عينو ونعس. واحد شوية هكا كيسمع شي حاجة كتحرك فوق ديك الشجرة، بحال شي حد فوق الشجرة كيحركها بالجهد. وهو ناعس مسرح ديك التسريحة على ظهرو كيشوف الفوق. واحد شوية كيبانو له جوج فوق ديك الشجرة كيهضروا مع بعضياتهم. وواحد كيقول لاخر: هذا مالو، هذا مالو. هو يهبط واحد فيهم من الشجرة وتخبط فوق منه وبقى كيخنق فيه. السيد كيحاول يفلت منه. واحد شوية هو يطلقو. هو وقع له بحال الشكل جاتو. فاق السيد مفزوع ومخلوع، كيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما عرفش باش تبلى. السيد تخلع. المهم حاول يتغلب على داك الخوف الشديد اللي شاد فيه. ناض صلى الفجر، وملي صلى الفجر ناض مباشرة اتجه للبلاصة فين ناصب دوك المصايد. كيتمشى هكا حتى كيسمع واحد الصوت، شي حاجة طلقات واحد الغوتة. حتى الحيوط ديال ديك الغابة تسمع فيهم واحد الغوتة غريبة. كيوصل دوك المصايد كيلقى مصيدة من دوك المصايد شادة واحد الرنب. عاد عرف بلي داك الصوت الغريب اللي سمع هو ديال داك الرنب دارو فاش شداتو المصيدة. كيلقى الرنب كحل، فكاليه ديك المصيدة. كان من العادات ديالو فاش كان كيصيد شي حاجة كيذبحها وكيسلخها تما، كيجبد الفواد ديالها، كيشد الكبدة وكيشويها وكياكلها، واللي بقى كيرجعو معاه للبيت ديالو. داكشي اللي دار، شد داك الرنب باش يذبحو، ولا كيغوت بواحد الطريقة غريبة بحال شي معزة كتبغي تذبحها في العيد. وديك الساعة راه كنقولك وقت الفجر، غير الظلام والسكات وغير بوحدو في الغابة. المهم ذبح داك الرنب وقعد المسائل، شوى الكبدة وكلا مع راسو. صافي جمع داك المصايد ديالو وجمع المسائل باش يمشي فحالو. الغابة طلعت له غير داك الرنب بوحدو في هاد الليلة. رجع للقرية والبيت فين كيسكن. وصل للبيت وقال لمراتو: فلانة، طيب لينا هاد الرنب هذا، راه الغابة هادشي باش جادت علينا في هاد الليلة. داكشي اللي دارت مراتو، شدات داك الرنب المذبوح المسلوخ، قاداتو وصوباتو وحطاتو كيطيب في واحد القدرة. هما هكا في البيت واحد شوية كيسمعو واحد الغوات على برا. السيد ومراتو ما فهمو والو. شنو هاد الشي ما شنو هاد الشي، شوية بحال ما عطاوش اهتمام لداك الصوت. كيقولوا ربما هذا غير شي حيوان على برا ولا شي حاجة بحال هكا. الغواش قريب وشوية كيبعد، حتى واحد شوية وهو يتقطع بالمرة. المرة ديالو مقابلة داك الرنب باش يطيب، والو ما بغا يطيب. عيات تحاول معاه تزيد في العافية، كتسنى ولا بغا يطيب داك الرنب العاصي. قالت للزوج ديالها: فلانة فلان، هذا الرنب اللي جبتي هاد المرة راه ما بغاش يطيب. قال لها: كيفاش؟ قالت له: راه مدة هادي وهو فوق العافية وما بغاش يطيب. قال لها: عرفتي شنو غادي ديري؟ حيدي عليا داكشي. هز داك اللحم ولا داك الرنب اللي ما هو طايب ما هو مسلوق، مشى داه بعيد ولا. من بعد هادشي كامل السيد ولا كيحس بشي الم شديد في كرشو. داك الالم غادي وكيتزاد، كيحس بمصارنو كيتقطعو. وداك الالم مبقاش خلاه قادر انه ياكل حتى شي حاجه. تقطعت له الشهيه، حتى واحد ما عرف مالو. مراتو ولادو: تمشي للطبيب ما تمشي للطبيب، لا غيخليني. استمر على داك الحال وداك الشي غادي وكيتزاد، لا ماكله لا والو، غير كيعتق وصافي. حتى السيد تدعق ولا ضعيف بزاف، عيني دخلو وتقول هادي الموت داخله فيه.
صافي من بعد قال لمراتو ولولادو دوني البيت ديالي القديم. داك البيت ديالو القديم كان في واحد القرية قديمة مهجورة، كان ساكن فيها قبل ما يرحل لهاد القرية هادي. قال ليها صافي دوني لبيتي، خلوني تما، خلو معايا غير شوية الماكلة والماء، غير باش نعتق حتى نتشافى ولا نلقى الله. مهم حتى لما نموت وانا مرتاح ببيتي القديم اللي عندي فيه ذكريات. ابا فين غادي تمشي؟ انت عيان ومريض، وداك البيت راه مهجور ما فيه حتى الماء، حيت داك البيت ولا ديك الخربة ما فيها حتى شي حاجة، بحكم ديك القرية مهجورة والحياة تما ولات منعدمة. لا صافي غير دوني، انا باغي نمشي. فعلا داو لداك البيت ولا ديك الخربة، خلاو ليه الماء والماكلة، داكشي اللي غادي يكفيه. قال لهم شوف، خلوني هنا وانتوما سيروا فحالكم، ما ترجعوش لعندي حتى دوز 40 يوم. صافي داكشي اللي كان، ولادو مشاو فحالهم، بقى عايش تما غير بداكشي اللي خلاو ليه، عايش كيصلي صلاتو وكيذكر وكيسبح حتى لواحد النهار، مع جوج ولا 3 د النهار وقت الضرب، كيسمع شي غوات على برا البيت. غوات ماشي عادي، داك الغوات غادي وكيقرب للبيت ديالو. صافي حتى قرب للباب، واحد شويه هكا حتى دخلت عليه واحد المرا حتى البلاصه فين كيجلس. مرا ماشي بحال العيالات، مرا كتخلع، كبيره في الجسم ديالها، وجهها كحل ولابسه الكحل. السيد ما عرف راسو باش تبلى، مرا داخله كتغوت وهاجمه عليه. قالت له هذا انت؟ والله اليوم حتى نقتلك، كيف ما قتلتي لي ولدي وكليتي الكبده ديالو، حتى انا غادي نذبحك هنا وغادي ناكل لك الكبده ديالك. صافي في الوقت اللي غادي تهجم عليه، دخلات مع الباب واحد المراه اخرى لابسه الابيض، هي تشدها ومنعاتها باش ما تقربش ليه. قالت ليها شنو كديري؟ شنو بغيتي عند السيد؟ قالت ليها تلقيني عليه، اليوم غادي نقتلو، كيف ما قتل لي ولدي وكلالو الكبده ديالو، حتى انا غادي نقتلو وناكل الكبده ديالو. قالت ليها الا لا، راه ولدك هو اللي ظالم هاد السيد، هاد السيد راه ما كانش قاصد باش يقتلو. قالت ليها لا، ولدي ما ظلموش وانا غادي ناخذ حقي منه. فرقاتهم ديك الساعه وخرجتها على برا البيت ومشات فحالها. حتى اليوم الثاني رجعت ليه عاوتاني باش تنتقم منه، ورجعت معها هذيك المراه اللي لابسه البيض، هجمات عليه مره اخرى وزدت ديك الخربه وبغات تصفيها ليه، ومنعاتها مره اخرى المراه اللي لابسه البيض. ومره اخرى نفس الهضره دارت، كيف ما قتلتي لي ولدي وكليتي الكبده ديالو، حتى انا غادي ناكل لك الكبده ديالك. اخر قالت ليها المراه اللي لابسه البيض شوفي يا لال، هادشي عندكم راه ما عندوش الحل، وما يمكنش انك تقتلي الرجل وهو ماشي ظالم، هذا راه ماشي حق. الحل اللي غادي يفارق بيناتكم هو القاضي والمحكمه. شنو بان لك؟ واش موافقه؟ قالت ليها المراه اللي لابسه الكحل صافي انا موافق. صافي داكشي علاش اتفقوا باش يمشيو للمحكمه، واللي عنده شي حق غادي ياخذ. المراه اللي لابسه البيض مشات لعند السيد وقالت له يلا نوض معايا. السيد عيان ومريض، ما بقاش قادر حتى يتحرك، عاوناتو باش ينوض وقوماتو وقالت له يلا شد لي في يدي ويلا نمشي. خرجات معاه وبقات غادا بيه حتى وصلاتو لواحد الحفره. قالت له عرفتي شنو غادي دير دابا؟ غادي تغمض عينيك وتحاول انك تنقز هكا برجليك. السيد داكشي اللي دار، غمض عينيه ونقص، وقالت له دابا فتح عينيك. السيد ملي كيفتح عينيه كيلقى راسو في عالم اخر، كيلقى راسو واقف في المحكمه وقدام القاضي والناس مجموعين، واحد العالم غريب. وقفوا قدام القاضي هو المراه اللي لابسه الكحل، الام ديال داك الرنب الكحل اللي وقع عليه هادشي كامل، وواقفه معاهم ديك المراه اللي لابسه البيض اللي دخلات بيناتهم باش تدافع على السيد قدام القاضي. دار القاضي وسولهم، قال لهم مالكم، علاش جيتوا لهنا؟ نقزات المراه اللي لابسه البيض وبدات كتشرح له، السيد القاضي راه علاش جينا وعلاش جينا، راه هاد السيد كان في الغابه صيد واحد الرنب، وهاد المراه قالت له راه هذاك ولدي وانت قتلتيه،
وأنا لازم ناخد حقي منك. تكلم القاضي وسول المرأة اللي لابسة الكحل، قال ليها شنو وقع، تكلمي. تكلمات المرأة وقالت له هاد السيد راه تعدى الحدود ديالو، كان ناصب المصايد ديالو في الغابة، وحدة منهم صيدات ولدي وذبحو وسلخو وكلا الكبدة ديالو، وأنا بغيت حقي منه. تكلم القاضي مرة أخرى وسول السيد هاد المرة، قال له تكلم، اشرح لينا شنو وقع، كيفاش هاد المرة كتقول أنك قتلتي ليها ولدها. تكلم السيد وقال نعم السيد القاضي، أنا فعلا دائما كنجي للغابة، كنصب المصايد ديالي وكنصيد، أنا كنصلي، ودائما وقت ما جيت للغابة كنذكر الله، وحتى كنصلي صلاتي عاد كنجي وما كنبغي نحط المصايد ديالي حتى كنذكر الأذكار ديالي، وكنقول حنا معكم بالله وبالشرع، يا مالين هاد المكان، أنا ما نقرب ليكم ما نحاديكم، وما تآذيوني ما نآذيكم، وكنتوكل على الله عاد كنحط المصايد ديالي. القاضي سمعو قال هاد الشي وتلفت عند المرأة اللي لابسة الكحل، قال ليها هاد السيد راه ما ظالمش، السيد ذكر الأذكار ديالو وتبرأ منكم ودار داكشي اللي خاصو يدار، راه ولدك اللي ظالم. أنا دائما كنحذركم وكنقول لكم ما تخلوش ولادكم يتشكلوا في الهيئة ديال الحيوانات، وبالخصوص الحيوانات اللي اللحم ديالها كيتكال، باش ما يأذيهمش الإنس، ولكن نتوما ما كتسمعوش. ودابا أنا كنحذرك، هاد السيد راه ما عليه والو، وإلا تعرضتي ليه مرة أخرى وهجمتي عليه غادي نعاقبك عقاب شديد. صافي هنا سالت القضية، فعلا سالت هاد الجلسة مع القاضي والمحكمة ديال الجي، ورجع السيد للبيت ديالو ورجع للعالم الطبيعي ديالو. السيد كان قال لولادو ما ترجعوش لعندي حتى دوز 40 يوم، فعلا دازت 40 يوم ورجعوا لعندو باش ياخدوه ورجعوه في حالو من ديك الخربة وديك القرية المهجورة. ولكن السيد مازال مريض وكيعاني من الآلام في كرشو، وداك الآلام ما بغاش يزول. وفي ديك الوقيته هاديك وهو في ديك القرية جا عنده واحد الراجل من أهل ديك القرية وقال له غادي ننصحك واحد النصيحة لوجه الله، راه إلا بغيتي يحيد منك هاد المرض هذا وهاد الآلام اللي في كرشك، شوي الكبدة وكولها، الكبدة ديال الخروف ولا الكبدة ديال البقري، وبإذن الله غادي تشافى. السيد سمع ديك الهضرة وقال له صافي واخا نجرب، والشافي والعافي هو الله. فعلا مشى للسوق باش يتقدى ديك الكبدة على أساس داكشي اللي قالو داك الراجل. وهو في طريقو كيخرج له واحد السيد ما معروفش، والناس في القرية كيعرفوا بعضياتهم مزيان بحكم القرية صغيرة وكلشي كيعرف كلشي. ولكن هاد السيد غريب، قال له اشريف اسمح لي نسولك. قال له سول. قال له فين غادي؟ قال له اودي انا ما نكذبش عليك، انا غادي للسوق نتقدى شويه الكبده، هي شويه ونصوني الناس باش ناكل الكبده، كبده الغنمي ولا البقري، علا وعسى يجيب الله الشفا. قال له شوف، ملي تمشي تقدى الكبده باش تشويها، هاك خذ هاد الحطب هذا، هاد الحطب راه ديال الزيتون، ودير النية ربي هو غادي يجيب لك الشفا ان شاء الله. قال له بارك الله فيك، ولكن اسمح لي شكون انت؟ انا راه حتى واحد في هاد القريه ما عارفني انا مريض، وما قلت حتى لواحد. قال له شوف، بلا ما تحاول تعرف، مهم غير دير داكشي اللي قلت ليك وغادي تشافى باذن الله. قال له صافي. فعلا داكشي اللي دار داك السيد، شرا الكبده وشواها بالحطب ديال الزيتون اللي عطاه له داك السيد، والسيد تشافى ورجع صحيح كيف ما كان في الاول، وما بقاش عنده حتى شي حاجه ورجع لحياته الطبيعيه. هذه راه قصه واقعيه، والعبره منها حتى هما راه فيهم المسلمين وفيهم الكفار، وعندهم المحكمه وعندهم القاضي، وحتى هما فيهم اللي ما كيقبلش الظلم. والعبره الاخرى بحال داك السيد اللي مشى للغابه في الليل وفي الفجر، الحال صعيب، والناس خاصها تجنب هذا الشيء بخصوص الليل والغابه، لحقاش الغابه راه تما فين كيكونوا، خاصك تحترمهم وخاصك تبعد عليهم ما امكن. وحتى الا جابتك الوقت توضا وصلي صلاتك وذكر الاذكار ديالك. المهم انا مشيت، ونشوفكم في قصه جديده. تهلا.